على رأس جدول أعمال البلاد، وفي جوهر هذا الجدول المشكل الاقتصادي. الدينار طايح ماشي يطيح، ولازم نشعر جميعا نحن بمسؤوليتنا على المحافظة على الدينار ورفع قيمة الدينار، وهذه مسؤولية الحكومة، رئيس الحكومة، ومسؤولية كل مواطن. ينبغي أن نقوم للدينار متاعنا ونشد أزره، ونشعر كل واحد منا يشعر بأنه مسؤول على هذا المستوى. معناه وقت اللي ناكله مثلا بنانا مثلا، يعني موز، ينبغي أن نستشعر بأنه نحن قاعدين ناكله في الدينار، معناه نقدم الدينارنا، لأنه هذا الإصبع من الموز هو مستورد، وبالتالي نحن معناها أضعفنا الدينار. صحيح نتلذذ بالبنان هذه، ولكن كما مريض السكر وقت اللي يتلذذ بقطعة من السكر هو قاعد يضر في نفسه في الحقيقة، يتلذذ ولكن قاعد ينتحر. ينبغي أنه نحن نحد من الاستهلاك، وخاصة الاستهلاك المستورد، أن نستهلك تونسيا ونضع حد لهذا الاستيراد بالعملة الصعبة. ينبغي أن نستشعر يعني بمسؤوليتنا على هذا الدينار. وهناك على فكرة حملة تقوم بها وزارة التجارة، ولكن يبدو أنها غير، ومن خلال بذل الجهد، العمل الذي يتوانى في عمله قاعد يرهق في الدينار، لأن الدينار يحتاج إلى عمل ويحتاج إلى جهد ونصب وعرق. فينبغي أن نستشعر جميعا اللي عطلوا الفوسفات، واللي عطلوا البترول، واللي عطلوا السكك الحديدية، معناها كلهم في الحقيقة قاعدين يعيقوا في الدينار، لأنه الدينار ينهض بقدر ما نصدره مش نورده، إلا توريد الأشياء اللي عندها علاقة بالإنتاج. أما كل ما له علاقة بالاستهلاك ينبغي أن نضع له حد. أنا نستغرب لماذا نلقى مثلا تفاح أحمر مش منتوجنا هذا. ليش نستورده في التفاح الأحمر؟ بلادنا معبية بالغلة، وأحسن غلال في العالم، أنا درت العالم أحسن غلال هي الغلال التونسية. لماذا نستورد غلة؟ أي غلة من الغلال لماذا نستوردها؟